بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اثنين، خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة. السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ وهم الاوزان. معلش انا اسف، انا بنهج ان بعد الدور على طول زي ما انتوا شفتوا. وهم الاوزان، مش شرط تشيل اوزان تقيله، او مش شرط تشيل اوزان تقيله جدا وما تجيبش بيها عدد كافي. كل واحد انت بتشيل وزن على حسب هدفك. هدفنا احنا ككمال اجسام انت تكبر العضله، يبقى تشيل وزن تقيل نسبيا وتجيب اخرك فيه، تجيب جاز من 6 ل 12 او من 8 ل 12. انا الوزن اللي حطيته دوت بالباوند 225 225. السنه اللي فاتت مثلا كنت بحط ترى كمان 315 وبعمل بيهم 8 عدات او 10 عدات. السنه دي لسه عشان لسه راجع بتمرن تاني وبقالي فتره كنت قاطع، اوزاني مش زي من الاول، فما تقارنش نفسك باي فتره تانيه. اي فتره انت فيها اوزانك بتختلف على حسب لياقتك، على حسب قوتك، على حسب نشاطك عامل ازاي في الفتره اللي قبليها. فانا حاليا ده اخري اهوت، وبجيب جاز فيه من 8 ل 12، فما بزودش اكتر من كده. هو مش هستفاد حاجه لهدفي. ممكن احط اوزان اكتر واجيب مثلا 5 عدات او 4 عدات، يبقى انا كده بشتغل على القوه. لو انت هدفك ده اشتغل عليه، بس ما تخليش حد يضحك عليك ولا انت تتشتت من كتر الكلام اللي بره. اتمرن على حسب هدفك انت هدفك ايه وعايز ايه من التمرين نفسه. عايز تكبر العضله، تشيل وزن تقيل نسبيا وتجيب اخرك بيه من 8 ل 12 او من 6 ل 12. ما تقفش عند رقم معين، يعني ما تخشش الوزن ده وتقول انا هجيب بس 10 عدات، لا، انت تخش وتقول انا هجيب من بين 6 ل 12. والله جبت اخرك في 10، جبت اخرك في 9، جبت اخرك في 11، 100 جبت 12 عده بيهم، زود وزن والعب بوزن اتقل، حتى لو هتزود كيلو او 2 كيلو على الناحيتين. مش عايز اطول عليكم، عايز اعرف رايكم في الفكره بتاعت الفيديوهات ديت، ولو عجبتكم نكمل ان شاء الله بالطريقه دي. يلا، السلام عليكم شباب.